ايه اللي بيحصل في سهم المنتجعات السياحية؟ رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. خلينا نشوف المنتجعات. اخر قاعة اهو، كون لنا قمة كبيرة، قاع جديد كون لنا كمان قمة. كل اللي بيحصل من هنا ايه؟ سحب السيولة، سحبنا سيولة القاعدة، بس ولا مرة قدرنا نكون قمة جديدة اعلى من القمة القديمة. ده معنى ايه؟ معناه ان المشترين من مناطق سحب السيولة دي ما قدروش يحركوا السهم تاني، مفيش زخم شرائي. ده معناه ايه برضو؟ ان المشترين هيتنيهم مطلعين ايديهم بره السهم لحد ما ينزل لمنطقة هم يحبوا يرجعوا يشتروا منها. لذلك هتلاقي السهم هابط هابط هابط. طب فين اقرب نقطة تقدر تقول انا ممكن اشتري فيها المنتجات السياحية؟ هنا عند 6 جنيه. يعني هو هينزل من 7 جنيه 60 قرش ل 6 جنيه 20 قرش. ينزل عادي. ما هو صعد من 4 جنيه لحد كام اللي فوق دي، لحد حوالي 12 13 جنيه. يبقى ينزل من السبعة للستة. ينزل. يبقى الاتجاه في المنتجات السياحية حتى الآن هابط. أقرب نقطة أقدر أشوف فيها المنتجات السياحية هتبقى عند 6 جنيه 20 قرش.